السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنشرح بقى فيديو جديد في سلسلة كورس نيكست. اخر حاجة كنا واقفين عندها ان احنا عملنا الهوم بيج. خلينا كده نرجع عليه الويب سايت. عملنا الهوم بيج الديزاين بتاعها، وعملنا برضو شوية الحاجات اللي هنا ملينا بيهم الصفحة. تمام. وبرضو عملنا صفحة عملنا الويب بلانز ديت، وعملنا الحاجات اللي جنبها ديت. تمام. وملينا الصفحة بتاعت الهوم بيج بشوية ديزاينات كده. تمام. ولكن كانت اهم حاجة في الفيديو اللي فات ان احنا درسنا او عرفنا حاجة اسمها ايمج كومبوننت، اللي هو اصلا موجود عندي في نيكست. تمام. وعرفنا ان هو ليه مميزات كتير جدا، زي ان هو مثلا ريسبونسيف، فالصورة دي تقدر تصغر معايا حتى اصلا من غير ما انا اعمل لها اي ستايلنج عندي مخصوص. لا، هو اصلا الكومبوننت ده هو ريسبونسيف. كمان عرفنا كمان له ميزه مهمه جدا، ان الايمج ديت مثلا لو مساحتها مثلا 1 ميجا، فهو اكيد بيقللها لاقل من كده بكتير. يعني مثلا الايمج ديت كان مساحتها مثلا تقريبا 87 كيلو، مش فاكر قوي، بس كان تقريبا 87 كيلو بايت. تمام. فهو قللها لحاجه تقريبا 26 كيلو بايت او حاجه زي كده. تمام. فهو قلل حجمها، وطبعا ده بيبقى مفيد جدا عندي لما باجي اعمل ببلش للبروجكت بتاعي، ان الاسيتس اللي اكون رافعها معايا يكون حجمها قليل. تمام. طبعا عشان ده بيرندر في السيرفر زي ما احنا عارفين، فمحتاج تكون الحاجة مساحتها قليلة. تمام. طب فده كان محتوى الفيديو اللي فات. تمام. الفيديو ده بقى هنشرح ايه او هندرس ايه. احنا عندنا كنا برضو من كام فيديو، تقريبا الفيديو التاني او التالت في السلسله، كنا شرحنا حاجه اسمها الدايناميك راوتنج، والراوتنج عامه في نكست ازاي بيتم. يعني ازاي مثلا ان انا اقدر ان انا ادخل على صفحه اباوت تانية. تمام. جوه صفحه، يعني اي صفحه تانية زي صفحه الاباوت دي مثلا، انا لو ضغطت عليها فهو يبدا يرندر هنا معايا او يعمل ريبيلد علشان يدخلني على صفحه الاباوت. تمام. فده بالنسبه لي هو راوتنج. انا دلوقتي اقدر ادخل على الاباوت بيج ديت بالراوتنج اللي انا عامله عندي في نيكست. تمام. فهو بس بيربيلد معايا. تمام. فانا دلوقتي قدرت ان انا ادخل على الاباوت بيج بالراوتنج اللي انا عامله عندي في نيكست عادي جدا، والامر بسيط. وعرفنا ازاي ان احنا بنعمل ده، ان احنا بنيجي هنا على الاب. تمام. وجوه الاب انا بعمل بس بسمي الفولدر اللي انا عايز اعمل له راوتنج باسمه اللي انا عايزه. تمام. وجواه بعمل بيج دوت تي اس اكس، وده بيكون عندي دي بيكون عندي اسمه الراوتنج. تمام. ده راوتنج، ده البيزك راوتنج عادي. تمام. عرفنا برضو حاجه اسمها النستنج راوتنج. النستنج راوتنج ان انا مثلا لو عندي فولدر جوه فولدر، يعني مثلا عندي الاباوت هحط جواها مثلا، او عندي مثلا ماشي خلينا الاباوت. فانا عندي جوه الاباوت ديت مثلا عايز احط بيج جواها مثلا وليكن اسمها تيست، فانا عايز ادخل على صفحه التيست ديت، فانا هدخل عليها من الاباوت، يعني من الدومين سلاش اباوت سلاش تيست. فانا كده دخلت على التيست. ده حاجه اسمها النستد راوتنج، عشان انا بيكون عندي بيج جوه بيج، فانا ازاي اقدر ان انا ادخل عليه. تمام. عرفنا كمان حاجه اسمها الدايناميك راوتنج، ده تقريبا كان في الفيديو اللي قبل اللي فات او الفيديو اللي قبله. تمام. الدايناميك راوتنج ازاي ان انا اقدر مثلا لو انا عندي صفحه برودكتس زي مثلا، او صفحه بوست زي صفحه البوستس ديت، ازاي ان انا اقدر ادخل على كل بوست، مع ان اصلا ان اليو ار ال عندي بيختلف. يعني انا عندي كل بوست بيكون ليه يو ار ال تاني بناء على الاي دي بتاعه. تمام. فازاي ان انا النكست تقدر تفهم ان الاي دي ده بيختلف، فبناء عليه انا هقدر ان انا ادخل على كل لينك مختلف يدخلني على نفس الصفحه اللي هي صفحه البوست بتاعتي، صفحه البوست الواحد. تمام. فانا بالنسبه لي مثلا انا لو جيت ادخل على ده، فهو ده هيدخلني على البوست رقم واحد، طب وده هيدخلني على البوست رقم اتنين، ولكن انا في نفس الوقت انا بدخل على نفس الصفحه. طب ازاي النكست بتفهم ده؟ بتفهم ده هو الدايناميك راوتنج اللي احنا عملناه في الفيديوهات اللي فاتت. تمام. النهارده بقى هنكمل حاجات تانية برضو في الراوتنج، هي مهمة جدا. تمام. خلينا بس نرجع تاني على الهوم بيج. تمام. انا هشرح لكم برضو حاجات تانية كده مهمة في الراوتنج وجديدة برضو احنا ما شرحناهاش المرة اللي فاتت. زي مثلا ان انا عندي، خلينا نقفل الحاجات دي، انا خلاص ما بقتش عايزها، ونرجع تاني كده من الاول خالص. والله يا باشا انا دلوقتي عندي حاجة اسمها روت جروب. يعني ايه روت جروب او جروب راوتنج؟ يعني ايه برضو جروب راوتنج؟ انا عندي هنا صفحة اللوجن وصفحة الريجستر مثلا، يعني صفحة اللوجن وصفحة الريجستر هما مش ليهم علاقة ببعض. يعني انا مثلا لو انا دلوقتي عايز احطهم جوه فولدر لوحدهم كده، لان حاسس ان الاتنين دول لهم علاقة ببعض، وبرضو يبقى شكل تنظيمي شوية للاستراكشر بتاع الفايلات بتاعتي. طب ازاي ان انا اعمل كده؟ فانا لو جيت دلوقتي رحت هنا وعملت فولدر وسميته مثلا يعني اوس. تمام.
يعني معبرا يعني عن الحاجات اللي هتحط جواها. فانا حطيت جواه اوس عشان انا احط جواه، سميته اوس عشان انا احط جواه اللوجن والريجستر. تمام. فانا عملت فولدر دلوقتي اسمه اوس، ورحت ساحب اللوجن دي وحطيتها جوه الاوس. تمام. اهو حطيت اللوجن جوه الاوث. تمام. قمت برضو راح ساحب الريجستر وحطيتها جوه الاوث. تمام. فانا دلوقتي عندي ماشي. غير يا باشا. وهنا برضو الريجستر لسه هتظهر دلوقتي اهي. تمام. فانا دلوقتي عندي انا حطيت اللوجن والريجستر جوه الفولدر اللي اسمه اوث. طيب انا دلوقتي اصلا يعني هدخل لصفحه اللوجن والريجستر ازاي؟ انا المفروض ان انا كنت بعمل /لوجن واقوم داخل على اللوجن. يعني انا دلوقتي المفروض لما كنت بعمل كده كنت بقوم عامل /لوجن بدخل على صفحه اللوجن. طب وده احنا عاملينه برضو في الفيديوهات اللي فاتت. تمام. فانا دلوقتي رحت على /لوجن، ايه اللي هيحصل؟ بالظبط زي ما انت خمنت، جالي بيج نوت فاوند. الله، طب انا ليه جالي بيج نوت فاوند؟ لان ده اللي احنا شرحناه اصلا في الفيديوهات اللي فاتت، ان انا عندي هنا فولدر اصلا جواه فولدر، وده النستنج راوتنج اللي انا قلت برضو في اول الفيديو. انا عندي هنا فولدر جواه فولدر، فانا عايز ادخل على صفحه اللوجن دي، يبقى انا عندي الدومين /اوس/لوجن كده اقدر ادخل على صفحه اللوجن. وكذلك برضو مع صفحه الريجستر، لان ده حاجه اسمها النستنج راوتنج. فانا دلوقتي لو رحت هنا وجيت هنا كده وقلت يا باشا لا انا عايز هنا كده اعمل اوث لوجن وعملت انتر، فبالظبط هو هنا دلوقتي دخلني على صفحه اللوجن، لان انا دلوقتي عملت اليو ار ال بتاعي او الباس بتاعي بطريقه مظبوطه. طيب انا وده برضو اللي هيحصل مع صفحه الريجستر. تمام. لازم اكتب الاوس/ريجستر، انما لو عملتها ريجستر على طول بعد الدومين بتاعي فهو هيجيب لي برضو بيج نوت فاوند. طيب والله بقى انا مش عايز الكلام ده، انا عايز الاوس ده انا عامله كفولدر عشان يجروب الاثنين دول، عشان انا حاسس ان هم ليهم علاقه ببعض مثلا، ولكن انا مش عايزه يكون موجود عندي في اليو ار ال. انا عايز لما اجي ادخل على اللوجن ادخل بعد الدومين لوجن على طول، دومين/لوجن على طول، دومين/ريجستر على طول. ده اللي انا عايزه. انا مش عايز الاوس ديت تظهر اصلا معايا في اليو ار ال، مش عايز النكس اصلا تشوف الاوس ديت عندي اصلا في اليو ار ال، مش عايز تفهم ان ديت اصلا تبع الراوتنج بتاعي. اعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا جدا جدا. انا هم جاي ديت اعمل رينيم ليها. تمام. هاجي عند الاوس، لحظه بس انا هنا دخلت بالغلط. هاجي عند الاوس. تمام. واعمل لها رينيم. تمام. هعمل ازاي؟ هقوم حاططها بين قوسين اللي هما القوسين دول. تمام. انا مش فاكر اسمهم ايه. واقوم عامل انتر. تمام. فهو دلوقتي هيعمل لهم رينيم. انا بس عندي الجهاز دايما بيغلط بيعطل عند الحته دي، فانا هطلع بره اعمل لهم رينيم جوه الفولدر وارجع تاني للفيجوال ستوديو كود. تمام. فانا دلوقتي عملت هنا رينيم لملف للفولدر بتاع الاوث. تمام. وزي ما هو جواه عادي اللوجن والريجستر، ورجعت تاني فيجوال ستوديو كود وعملت رن للسيرفر بتاعي. وهرجع هنا دلوقتي. انا دلوقتي واقف هناك، يعني انا دلوقتي هنا كده في اليو ار ال بتاعي. خلينا بس ندخل هنا كده عشان اقول لك انا ماشي ازاي. انا دلوقتي في اليو ار ال بتاعي انا ماشي عامل ازاي. انا دلوقتي موجود على الدومين طبعا اللي هي اللوكال هوست بتاعتي. تمام. وجواها انا كاتب الاوث وجواها انا كاتب اللوجن. تمام. فانا دلوقتي اصلا كنت عايز حته الاوس دي، انا مش عايز النكست تشوف اصلا الاوس دي. تمام. فده اللي انا عملته هنا كده، ان انا رحت عملت الاوس بين قوسين علشان النكست تفهم ان الاوس ديت هي مش تبع الراوتنج بتاعي. فالمفروض دلوقتي ان انا لو رجعت تاني بدل ما كان ده بيدخلني على اللوجن، لا المفروض ده يرجع لي بيج نوت فاوند. ليه؟ لان دلوقتي لو عايز ادخل على اللوجن انا هشيل الاوس ده اصلا من الراوتنج عندي. تمام. فالمفروض ان ده كده بالاوس ده يرجع لي بيج نوت فاوند. تمام. ولو عايز ادخل على اللوجن ادخل لها من الدومين لوجن على طول. فخلينا نشيل ده كده. تمام. ونرجع نشوف ايه اللي حصل عندنا في الديزاين بتاعي. انا دلوقتي هعمل ريلود لان انا رنيت السيرفر من اول وجديد. فالمفروض دلوقتي ان اليو ار ال ده يرجع لي بيج نوت فاوند، لان انا دلوقتي خلاص شلت الاوس ديت من الراوتنج بتاعي. بالظبط. فرجع لي هنا بيج نوت فاوند لان خلاص الاوس ديت معلش موجوده. طب انا دلوقتي عايز ادخل على اللوجن، خلاص بقى انا بالنسبه لي الاوس ديت اصلا معلش تلزمني. وانا دلوقتي عشان ادخل على اللوجن فانا هدخل عليها بطريقه مباشره جدا وسهله زي ما انا كنت عامل في الاول، لان انا خلاص لغيت الاوس ديت عندي من الراوتنج. فبالظبط هنا خلاص دخل معايا على صفحه اللوجن. وكذلك نفس الامر مع صفحه الريجستر. فلو جيت هنا كتبت الريجستر فخلاص المفروض ان هو يدخلني هنا على صفحه الريجستر عادي جدا. هنا دخلني على صفحه الريجستر عادي جدا، لان خلاص انا برضو لغيت الاوس من هنا، لان هما الاثنين جوه نفس الفولدر اللي انا عامله هنا حاجه اسمها جروب راوتنج جروب او جروب راوتنج بالطريقه اللي انا شفتها
او اللي انا عملتها دي. تمام، ده بالنسبه لي كان اول حاجه عندي في الراوتنج الجديد في الفيديو بتاع النهارده، وهي الراوتنج جروب. تمام، اللي بعد كده عندي بقى هيبقى ايه؟ هيبقى عندي حاجه اسمها برايفت راوتنج او برضو راوتنج برايفت. ده ايه الفكره بتاعته؟ الفكره بتاعته ان انا مثلا يعني انا عندي هنا فولدر انا مش عايز ان هو يظهر اصلا عندي في الراوتنج او في اليو ار ال بتاعي. انا عايز اعمل فولدر هنا كده جواه مثلا كومبوننت معين، وانا اصلا الكومبوننت ده مش عايزه اصلا يظهر عندي في البروجكت بتاعي. اصلا انا عامله عندي مثلا وليكن ده عشان ستايلنج معين، عامله عندي مثلا عشان ده كومبوننت بس انا عايزه يبقى موجود عندي في البروجكت. فانا لو جيت عملته هنا، فهو بالنسبه لي دلوقتي انا لو جيت دلوقتي رحت عملت هنا مثلا فولدر وسميته مثلا احنا عايزين نعمل حاجه مثلا اسمها بروفايل مثلا. تمام، فسميتها بروفايل. تمام، وقمت جاي هنا كده طبعا، وقمت رايح عامل فايل جديد، وقمت رايح عامل دوت اس اكس بيج دوت اس اكس. فانا بالنسبه لي دلوقتي انا لو جيت هنا كده وعملت ار اف سي اي وعملت هنا الكومبوننت ده اللي هو سميته بروفايل. تمام، بروفايل انا كاتبها كده صح؟ تمام ماشي. فانا بالنسبه لي دلوقتي انا عملت كومبوننت اسمه بروفايل، ولكن انا دلوقتي لو جيت هنا وكتبت هنا بروفايل، فهو اوريدي هيدخل عليها. تمام، فهو دلوقتي دخل عليها عادي جدا. طيب انا مش عايز كده، مش ده اللي انا عايزه. انا عايز اعمل فولدر هنا اسميه بروفايل، عايز احط جواه اي حاجه انا عايز اعملها ولكن ما تظهرش اصلا عندي في الراوتنج. انا عندي هنا لما اكتب بروفايل، لما اكتب هنا كده بروفايل ما تظهرليش، ما يدخلش اصلا على حاجه اسمها بروفايل. اعمل ده ازاي؟ ده حاجه اسمها برايفت راوتنج او برايفت فولدر، خلينا نسميها برايفت فولدر عشان تبقى اوضح شويه. ده فولدر برايفت، ده خاص بيا انا، مش خاص بالمشروع بتاعي، مش خاص بنكست، مش خاص اصلا بالراوتنج بتاعي. انا عايز اخليه حاجه برايفت. اعملها ازاي؟ سهله وبسيطه. هاجي هنا برضو وهعمل رينيم للفولدر ده، وكل اللي انا هعمله ان انا هاجي في الاول خالص كده واحط اندر سكور. تمام، واعمل انتر. فانا كده سميته اندر سكور بروفايل، وجواه عادي البيج دوت اس اكس بتاعتي، واعمل جواه كل اللي انا عايزه. تمام، وهاجي دلوقتي المفروض هعمل بس هنا كده يس علشان يعمل الامتداد بتاعه. تمام، والمفروض دلوقتي ان انا لما ارجع تاني هنا كده واعمل، او من غير ما اعمل ريلود حتى هو بيعمل ريلود اهو. تمام، ايه اللي هيظهر دلوقتي؟ المفروض دلوقتي انه يرجع لي ايوه بيج نوت فاوند، لان خلاص انا البيج ده عندي هي مش موجوده، لان ده حاجه اسمها برايفت فولدر. تمام، فده بالنسبه لي دلوقتي ده تاني مفهوم معانا وسهل جدا، وهو البرايفت فولدر، وازاي ان انا اعمل فولدر يكون خاص بي انا ما يظهرش عندي في المشروع. تمام، او يكون عندي بس هنا كده لو انا عايز احط جواه اي حاجه انا عايزها. تمام، ده كان البرايفت فولدر. تالت مفهوم معانا ده بقى وهو حاجه اسمها كاتش اول راوتنج. كاتش اول راوتنج دي تحسها معقده شويه من اسمها، تحسها صعبه شويه في فهمها، ولكن الموضوع برضو بسيط جدا. انا بس مجرد ان انا اعرف دي بتاعت ايه او بتحل لي مشكله ايه، فانا بالنسبه لي هي طريقه تنفيذها سهله جدا. يعني هي طريقه تنفيذها سهله جدا زي ما احنا عرفنا هنا برضو في الراوتنج جروب، هي طريقه تنفيذ سهله. انا كل اللي انا بعمله انا بحط قوسين بس، بسمي الفولدر جوه قوسين. وبرضو في البرايفت فولدر انا كل اللي انا بعمله اندر سكور قبل الفولدر. فالطريقه في نيكست هي سهله جدا، التنفيذ سهل جدا، ولكن الفكره اصلا ان انا افهم هو انا بعمل كده ليه، ايه المشكله اللي انا عايز احلها، فبناء عليها انا بعمل كده، لان العمليه نفسها هي سهله. تمام، ولكن انا عايز اعرف انا بعمل كده ليه. طيب نرجع بقى لموضوعنا. كاتش اور راوتنج دي بتحل لي مشكله ايه؟ انا هقول لك بتحل لي مشكله ايه. انا مثلا عندي هنا صفحه مثلا وليكن مثلا عن صفحه البوستس. صفحه البوستس ديت هي جواها صفحه الاي دي. تمام، ولا يا عم بلاش صفحه الاي دي، انا هدخل هنا جوه البوستس وهعمل فولدر جديد وهسميها صفحه البوست، صفحه تعرض لي البوست بس. تمام، وهاجي جواها كده واعمل البيج دوت تي اس اكس. تمام، وهاجي هنا كده ار اي اف سي اي. تمام، واعمل هنا الكومبوننت بتاع البوست علشان دي تعرض لي البوست. تمام، فانا بالنسبه لي خلاص دي كده الصفحه بتاعت البوست. طب انا عايز اوصل لها، نمشي بالطريقه بتاعتنا عادي جدا. خلاص احنا مبقاش محتاجين البروفايل دي حاجه، فانا همشي طبعا عشان ادخل عليها هدخل على البوستس واعمل البوست. فانا دلوقتي لو رحت على الاي ار ال ده المفروض ان هو دخلني دلوقتي على صفحه البوست اهي، دي صفحه البوست اللي انا لسه عاملها. طيب انا دلوقتي لو انا قمت جاي من هنا بعد صفحه البوست، وليكن مثلا اليوزر حب يدخل على صفحه تانية ما بعد البوست دي، وليكن مثلا جه يدخل هنا من البوست على ايه يا ربي، حب ان هو يدخل مثلا على صفحه وليكن كارت مثلا، يعني مثلا كارت بس.
هل انا عندي اصلا عندي في البروجكت بتاعي حاجه اسمها كده؟ انا عندي حاجه اسمها جوه البوستس، جوه البوست حاجه اسمها كارت؟ ما عنديش. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي بالظبط؟ المفروض ان هو يرجع لي بيج نوت فاوند، وده اللي حصل فعلا. لا انا بقى دي مشكله اللي بقى انا عايز احلها. انا عايز لو اليوزر بعد البوست حب يدخل على اي حاجه تانية هي مش موجوده عندي، يرجعه تاني على صفحه البوست، ما يجيبلوش بيج نوت فاوند، ما يجيبش البيج دي. انا عايز دخل على اي حاجه، عمل هنا بدل الكارت دي عمل ويش ليست، عمل واحد اتنين تلاته، عمل وليد، عمل اي حاجه في الدنيا بعد البوست ديت والبيج ديت مش موجوده عندي او مش معمول لها راوتنج، يرجعه تاني على صفحه البوست. فانا دلوقتي هفضل هنا كده تمام، واروح احل المشكله وارجع تاني اشوف ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي هاجي احل المشكله، انا عايز احل المشكله دي سهله وبسيطه. التنفيذ احنا قلنا سهل جدا، هاجي هنا على صفحه البوست. انا مش عايز، انا عايز كل اللي يجي بعد البوست لو هو مش موجود عندي يرجعني على صفحه البوست. فانا دلوقتي هاجي على البوست ديت واقوم راح اعمل لها رينيم، واقوم راح حاططها جوه سكوير براكتس بالظبط كده. وقبل ما اعمل انتر هاجي بعد اول قوس واعمل 3 دوت. شايفين الشكل هنا عامل ازاي؟ قوس اللي هو سكوير براكت، 3 دوت واسم الفولدر واقفل القوس. سهله وبسيطه، واعمل انتر. عملت انتر. انا دلوقتي من حليت المشكله. انا دلوقتي حليت المشكله. فانا دلوقتي لو رحت اعمل هنا بس يس، انا دلوقتي لو رحت كده ورجعت هنا هعمل ريلود. انا عايزك بس، هل صفحه الكارت دي موجوده؟ لا مش موجوده. انا دلوقتي المفروض انا حليت المشكله، فالمفروض ان هو يرجعني على صفحه البوست. وريني كده. ايه ده رجع فعلا على صفحه البوست. ايوه بالظبط، ما هي دي المشكله احنا حلناها. احنا هنا بوست كارت والكارت دي مش موجوده، فهيرجع على صفحه البوست. طيب بلاش كارت يا عم، انا بزعل من الكارت. انا هدخل دلوقتي على الويش ليست. الويش ليست دي موجوده؟ لا مش موجوده. طب المفروض يعمل لي ايه؟ المفروض يرجع لي بيج نوت فاوند. لا انا قلت هنا ان هو دلوقتي لو جاب لي اي حاجه بعد البوست هي مش موجوده يرجعني على صفحه البوست تاني. انتر. بالظبط، عمل ريلود ورجعني على صفحه البوست تاني. يبقى انا كده هندلت المشكله دي بان انا عملت حاجه بسيطه جدا خالص، ان انا جيت هنا جوه الفولدر او عملت رينيم للفولدر، حطيته بين سكوير براكت، وبعد اول قوس او بعد فتحه القوس عملت 3 دوت. وده كان التالت مفهوم معانا، واللي هو الكاتش اول راوتنج. تمام. هزود لكم حته بقى كده، حته ايه يعني ايه ادفانسد شويه. هي مش ادفانسد، هي بس حته تبقى عارفينها برضو، حته كده تبقى عارفينها علشان ايه الانترفيو، حته علشان تبقى عارفينها في الشغل بعد كده. ازاي ان انا اقدر اوصل لليو ار ال ده، او كل ما هو ما بعد البوست، او كل ما هو بعد الكاتش او الراوتنج اللي انا لسه عاملها دي. يعني انا عايز اوصل دلوقتي ايه اللي موجود عندي في اليو ار ال من الاخر يعني. تمام. سهله وبسيطه. انا هاجي هنا جوه البوست. انا عندي البوست ديت جوه حاجه اسمها برامج، ولو تفتكروا احنا عملنا الحته دي قبل كده، بس هنراجع عليها بشكل ادق شويه او بشكل اعمق شويه بعد ما عملنا حاجه اسمها كاتش اور راوتنج. فاحنا هنكررها تاني ولكن بطريقه تانية. تمام. طبعا هو انا جايب لي ايرور عشان هو عايز التايب بتاعها، واحنا اوريدي اصلا لسه هنظبط التايب ده قدام شويه. تمام. وانا دلوقتي عندي حاجه اسمها البرامز. تمام. وهعمل لها سي ال جي او كونسول لوج علشان ابدا اطبع ايه هي البرامز دي. وتعالوا نشوف سوا ايه هي البرامز دي. تمام. انا عملت خلاص كونسول لوج للبرامز، وهبدا ان انا اروح اشوفها دلوقتي على البراوزر. يا ترى ايه هي البرامز اللي رجع لي في صفحه البوست اللي انا عامل لها كاتش اور راوتنج. تمام. فهاجي هنا طبعا اعمل انسبكت وادخل على الكونسول بالظبط، وادخل على اشوف هنا بيرجع لي ايه في البرامز. الله، ده مرجع لي هنا كل اللي مكتوب هنا. مرجع لي البوست ومرجع لي الوش ليست. ايه ده؟ بس رجع لي على شكل اري. يعني انا اقدر اماب عليها. طب ما تيجي كده نشوف، تعالى نماب كده على البرامز دي ونشوف كده نقدر نرجع منها ايه. خلينا نيجي هنا كده نشيل البوست او من غير ما نشيلها، او نشيلها ماشي ونعملها في اتش 1 هنا كده اتش 1. تمام. هنا كده بوست بيج، ونيجي هنا كده نعمل يو ال علشان نماب على البرامز دي. وهقول له انا عايز اماب على البرامز دوت، المفروض ان هي دوت بوستس. تمام. البرامز دوت بوستس دوت ماب. تمام. وابدا ان انا اماب على البوست. تمام. طبعا هو هنا هقول لك على حاجه عشان برضو ايه تبقى سهله معانا. انا دلوقتي لسه قايل هناك. خلينا نرجع هنا تاني، نرجع تاني للكونسول لوج في هنا كده في البرامز. تمام. سيبك من الايرور ده،
الايرور ده عشان عملنا تراي اجين كده، فهو المفروض يبدا يتشال. اعمل تراي اجين، ماشي كده الايرور اتشال عندي. انا برجع لي هنا كده ايه البرامز. احنا قلنا ان البرامز ديت هي النوع بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن array of string. array وخد بالك ايه جواها؟ ايه جواها string. فانا دلوقتي هاجي هنا بقى خلاص، انا الان دوت ما عادش موجود عندي. انا اللي موجود عندي دلوقتي ان انا هعمل تايب جديد وهسميه انترفيس، تمام، وهسميها مثلا صفحه البوست بروبس، تمام. وانا متعود ان انا مثلا عشان اعمل انترفيس فانا احط اي كابيتال في الاول عشان دي انترفيس، تمام. وهاجي هنا كده واقول له يا باشا انت عندك برامز، بس البرامز ديت هي عباره عن اوبجكت، تمام. الاوبجكت اللي جواه بيرجع البوست، والبوست هو عباره عن string array of string، تمام. انا جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده انا ما جبتوش من دماغي، الكلام ده موجود عندي اهو. البرامز ديت بترجع اوبجكت اهو، الاوبجكت دوت جواه البوست، البوست دوت عباره عن طيب نوعه array of string. انا جبتش حاجه من دماغي خالص، تمام. هبدا ان انا اخد ده كده كوبي اهو، واحط بقى ده بالنسبه لي هو طيب هنا كده. وانا دلوقتي هو عامل لها طبعا ديستراكت من هنا، تمام. وابدا ان انا اجي هنا كده واقول له انا عايز ان انا اماب عليها، هقول له برامز دوت. شوف بدأ بقى يظهر لي البوست اللي انا عايز اصلا اماب عليها، وهعمل دلوقتي ماب، تمام، على البوست. وطبعا هجيب هنا الاندكس علشان الماب، وابدا ان انا اعمل ماب عليهم جوه الاي. هقول له بقى اعرض لي جوه الاي ديت اللي بيرجع من البرامز دوت بوست، تمام. هاجي هنا كده اقول له اعمل لي اي جوه اي ديت، انا هقول له البوست، تمام، اعرضه لي. وطبعا هحط جوه اي الكي اللي هو يكون الاندكس، تمام. بس كده تمام. انا بالنسبه لي ده كده تمام. طبعا مفيش اي ايرور ولا حاجه، هو لسه بس ايه الفيجوال ستوديو كود لسه بيهندل الموضوع، تمام. فانا دلوقتي هبدا ان انا اروح على البراوزر واشوف الماب ديت رجعت لي ايه. المتوقع ان هذا رجعت لي دلوقتي كل اللي موجود عندي في اليو ار ال بالظبط كده. ده البيج، ده العنوان بتاعي، تمام. ده اللي هو ده ملوش دعوه اصلا بالماب، تمام. فخلينا مثلا نيجي هنا كده ونعمل اتش ار بس علشان يبقى ايه تحت خط كده، يبقى مفهوم ان ده ماليش دعوه بيه، تمام. فعمل لي هنا اتش ار اهو، ده انا ماليش دعوه بيه. انا كل اللي انا مهتم بيه ده اللي بيرجع لي من الاري. اللي بيرجع لي من الاري ايه؟ البوست والويش ليست. جابهم منين؟ جابهم من هنا اهو، البوست والويش ليست. لو انا جيت هنا كده وعملت سلاش، عملت اتش مثلا، يعني المفروض دلوقتي هيرجع ايه؟ هيبدا يرجع لي جوه الماب ديت ايه ما هو موجود بعد البوست بالظبط كده. رحت انا جيت هنا كده وشلت الويش ليست دي من النص كده، تمام. فبقى عندي بوست اتش هيبدا يرجع لي البوست اتش، تمام. فانا بالنسبه لي دلوقتي دي حته كده تبقى عارف ان انت ازاي تقدر ترجع كل اللي موجود هنا في اليو ار ال. سهله وبسيطه من البرامز هتبدا ترجع لك كل الحاجات دي، تمام. فخلينا بقى ايه نبدا ان احنا ندخل على المفهوم اللي بعده، وهو اوبشنال كاتش اول راوتنج او كاتش اول راوتس. الفكره عندي في الاوبشنال كاتش اول راوتنجز دي، الكاتش اول راوتنجز ديت اللي هي الاوبشنال ديت، الفكره عندي انها ايه؟ هقول لك انا الفكره عندي انها ايه. او ان انا بحل بها مشكله ايه؟ احنا قلنا برضو ان التنفيذ سهل جدا، بس الفكره في ان انا بحل اصلا ايه المشكله اللي انا بحلها. خد بالك ان الكاتش اور راوتنج ديت والاوبشنال هم ما عادوش بيستخدموا قوي، يعني هم مش زي مثلا الراوتنج البرايفت فولدر اللي احنا عملناه في اول فيديو، والراوتنج جروب اللي احنا برضه عملناه في اول فيديو، دولت بيستخدموا. انما الكاتش اور راوتنج والاوبشنال كاتش اور راوتنج دي هي مش بيستخدموا قوي، ولكن برضه انت تبقى عارفهم لانهم مهمين وممكن يقابلوك في اي مشروع بعد كده، تمام. خلينا نرجع لموضوعنا. ايه هو الاوبشنال كاتش راوتنج؟ او ده وظيفته اصلا هو بيحل لي مشكله ايه؟ انا عندي هنا حاجه اسمها بوستس، صح؟ البوستس ديت هي لها بيج خاصه بيها، صح؟ اهي البيج الخاصه بيها. وليكن بقى يا معلم انا عندي البوستس ديت هي اصلا البيج دي مش موجوده، تمام. انا دلوقتي همسحها، بس قبل ما امسحها انا هاخدها بس كوبي عشان انا هرجعها تاني، لان انا طبعا انا محتاجها، تمام. بس انا همسحها علشان نبدا نشوف احنا بنجرب ازاي، تمام. فانا همسح ده، هعمل له اهو ديليت، تمام. اهو انا مسحت دي دلوقتي. ايه ده؟ طب ما بناء ان انا دلوقتي مسحتها، ايه ده؟ فانا دلوقتي اصلا ما عادش عندي البوستس، ما عادش البوستس ديت ما بقاش لها بيج خاصه بيها دلوقتي. طيب انا دلوقتي عايز ان انا لما ادخل على البوستس دي يوديني بقى على البوست على طول، يوديني على البوست على طول، لان انا بالنسبه لي البوستس ديت اصلا هي ما عادتش موجود لها بيج خاصه بيها.
طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ هقوم جاي عند البوست دي واقوم رايح اعمل لها نفس اللي انا عملته في الكاتش اور راوتنج بس من غير الثلاثه دوت. ازاي؟ يعني انا هعمل هنا كده سكوير براكت، وهاجي برده في الاوت قصدي في الاول، واعمل برده سكوير براكت واعمل انتر. فانا بالنسبه لي دلوقتي عملت اوبشنال كاتش اور راوتنج. فانا دلوقتي لو رحت على صفحه البوستس، هي ملهاش بيج، هعمل هنا بس يس، هي ملهاش هنا بيج خاصه بيها. فبالنسبه لي دلوقتي اصلا صفحه البوست ديت اصلا مش هتبقى موجوده عندي، ملهاش صفحه خاصه بيها. فانا عايز دلوقتي ان انا ادخل على صفحه البوست بقى على طول. تمام، يعني انا لما ادخل على صفحه البوست يوديني على صفحه البوست على طول. فانا دلوقتي هدخل على، انا دلوقتي صفحه البوست طبعا مش موجوده، هيجي لي بيج نوت فاوند. انا هعمل طبعا هنا كده تراي اجين، وهنا جايب لي الايرور عشان الماب. تمام، ليه؟ عشان انا طبعا عندي البيج ديت طبعا هي دلوقتي انا هخلي ديت اوبشنال. تمام، وهخلي ده برضو اوبشنال، ده كده اوبشنال اهو. طب خلينا كده نعمل ريلود. بالظبط كده، انا واقف هنا دلوقتي على صفحه البوستس، فدخلني على صفحه البوست بيج على طول مباشره. تمام، يبقى دي المشكله اللي انا حلتها، ان انا دلوقتي انا عندي بدخل من البوستس على البوست، بس البوستس دي بالنسبه لي هي ملهاش بيج خاصه بيها. فخلاص انا بالنسبه لي حل لي المشكله ديت ويعمل لي ادخل على صفحه البوست على طول. ده بالنسبه لي هو الاوبشنال كاتش اور راوتنج. موضوع سهل وبسيط جدا. يبقى احنا دلوقتي خدنا 4 مفاهيم جديده في عمليه الراوتنج. تمام، في نيكست اول واحد معانا اللي هو جروب راوتنج، وان انا عملته ان انا حطيت قوسين جوه، حطيت اسم الملف جوه قوسين اللي هم قوسين الدوائر دول. تمام، وحطيتهم، وده ما طبعا بيخليها ما تظهرليش في اليو ار ال او الباث، وابدا ان انا احط جواها اللي انا عايزه، وطبعا مش هيظهر لي في اليو ار ال زي ما احنا قلنا. طبعا عملنا برده البرايفت فولدر، والبرايفت فولدر ده اصلا نيكست ما بتشوفوش خالص، ده انا بعمله عندي بس جوه البروجكت بتاعي، واحط فيه جواه كل اللي انا عايزه، وما بيظهرليش اصلا، لا بيتعمل لي راوتنج ولا بيظهر لي في اليو ار ال ولا اي حاجه خالص. تمام، عملنا حاجه برده اسمها الكاتش اول راوتنج. تمام، وده عملناه في صفحه البوست. قلنا ان احنا لو دخلنا من صفحه البوست ديت على اي صفحه تانية زي الكارت زي الويش ليست، هي اصلا مش موجوده عندي، هيرجع تاني على صفحه البوست. والعكس بقى في صفحه الاوبشنال كاتش اور راوتنج، ان انا اصلا صفحه البوست ديت هي ملهاش بيج خاصه بيها، فبناء عليها لما ادخل عليها مش هيلاقيها، فيدخل على صفحه البوست اللي جواها على طول، اللي انا اصلا عامل لها اوبشنال كاتش اور راوتنج، بان انا عملت لها قوسين سكوير براكت جوه، وحطيت جواها طبعا يعني انا عملت كاتش اور راوتنج وعملت فوقها الاوبشنال كاتش اور راوتنج بالقوسين اللي بره دول. تمام، ده بالنسبه لي كان فيديو النهارده. يا رب يكون الموضوع بسيط. الموضوع هو والله بسيط وتنفيذه سهل جدا. هي الفكره انك تفهم انت عندك مشكله ايه وهتحلها ازاي. انت ايه لو عرفت ايه المشكله اللي عندك فانت عارف انت هتحلها ازاي، لان التنفيذ اصلا سهل جدا في نيكست. يعني احنا بنعمل اقواس، بس كل حاجه ان احنا نعمل اقواس، نعمل اندرسكور، الموضوع سهل جدا. انت بس تفهم انت عندك مشكله ايه وعايز تحلها. اصلا دي فكره البرمجه عامه، انك تبقى عارف ايه المشكله. لو عرفت المشكله فانت دلوقتي وصلت لثلاث ارباع حلها اصلا، والحل بيكون سهل جدا في نيكست. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده. لو في اي مشكله او اي حاجه مش واضحه، عندنا قناه تليجرام بنتواصل عليها وتقدر تتواصل معايا هناك. تمام، وانا تحت امركم في اي وقت. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون مفهوم جدا. اشوفكم في فيديو جديد في سلسله كورس نيكست ان شاء الله. سلام.